فيلمنا بيبدأ مع شخص اسمه السواق وهو محبوس في زنزانة في السجن، وبنلاقيه بيبص قبل ما يخرج على صورته مع أخوه اللي اتقتل. والحراس بيجوا بعدها علشان يخرجوه من الزنزانة بعد ما قضى مدة سجنه وخلاص هيخرج من السجن. وبنلاقي كل المساجين بيهددوه وهو خارج إنهم هيقتلوه لما يخرج، وبيروح يقابل آمر السجن وبعدها بيفضل يقوله إنك نجيت من اللي حصل لك بمعجزة، وبيحاول يقنعه إنه لما يخرج ما يفكرش في الانتقام، وبيديله بعدها أرقام تليفونات علشان لما يحتاج للمساعدة. السواق بيتجاهل كلامه تماما وبيقوله فين باب الخروج. الحراس بيوصلوه بعدها لباب السجن، والسواق أول لما بيخرج بيرمي كارت التليفونات اللي اداهوله آمر السجن، وبيبدأ ياخد الطريق كله جري لحد لما بيوصل لمستودع سيارات، وبيكون في حد سايب له عربية هناك موجود فيها خرايط ومسدس. السواق بيعلق صورته هو واخوه قدامه وبيتحرك بعدها بسرعة رهيبة، وبيوصل بعدها لمكان وبينزل من عربيته وبيدخل لشركة، وبعدها بيبدأ يدور على موظف معين من غير ما يتكلم مع أي حد. وأول ما بيوصل لمكتب الموظف بيضربوا رصاصة في راسه وبيخلص عليه، والكاميرا بتكون صورت كل اللي حصل ده قبل ما يخرج. وبنروح بعدها لواحد تاني وهو بيشتري مخدرات من تاجر بعد لما بيتحايل عليه انه ياخد الفلوس المكرمشة اللي معاه، وبيخرج لعربيته وبياخد جرعة المخدر اللي اشتراها. وبنكتشف ان الشخص المدمن ده هو ضابط الشرطة اللي هيحقق في حادثة الموظف اللي السواق قتله، اللي بيقابل محققة سيسرو في مسرح الجريمة وبيقول لها انه هيشاركها التحقيقات، لكن سيسرو بترفض انه ينضم لها. وبنروح لبفاموت صاحب محل السيارات اللي ادى للسواق العربية، وبيكون قاعد بيتابع اخبار اللي عمله السواق مع الموظف، والسواق بيقابله وبفاموت بيطلب منه فلوس العربية وتمن مساعدته ليه انه يلاقي اللي قتل اخوه. فالسواق بيديله الفلوس وبيطلب منه باقي الاسماء، وبفاموت بيقوله ان التكلفة زادت خلال ال10 سنين اللي قضاهم السواق في السجن، لكن السواق بيقوله ان السعر هينخفض بعد الكلمتين اللي قالهم دول. فبفاموت بيطلب من كيني المساعد بتاعه انه يتدخل، واول ما كيني بيشوف وشم على دراع السواق بيقوله انه عارف الوشم ده كويس وانه ما يقدرش يعمل مشكلة مع شبح، وبيسيبه وبيطلع يجري. وطبعا بفاموت بيرجع للسواق فلوسه وبيديله كمان المعلومات اللي طلبها. وسيسرو بتكون بتراجع فيديو الحادثة مع الضابط، وبتاخد بالها ان الموظف اللي اتقتل استسلم تماما اول ما شاف السواق، وكأنه عارف ان مفيش مفر من الموت. وبنشوف السواق بعد ما بقى معاه صور وعناوين الاشخاص المتورطين في قتل اخوه وهو قاعد بيراجعهم في العربية. وتاني يوم بعد خروج السواق من السجن بنشوف شاب تاني مليونير وهو بيمارس الرياضة في بيته الفخم، وبنعرف انه جنى ثروته من شغله كمبرمج. وبنلاقي عنده جرح كبير في رجله بسبب جرح قديم، لكن في الحقيقة ان الشاب ده قاتل محترف. وبنشوفه هو قاعد مع صديقته وبيجيله تليفون وحد بيقوله انا عارف انك بتحب التحدي ومطلوب منك تقتل الهدف ده، وبيبعت له صورة السواق. فالقاتل بعدها بينزل للجراج بتاعه اللي مليان هويات ولوحات عربيات مزورة، وبياخد بعدها هوية منهم وبيغير لوحات العربية، وبياخد معاه أسلحة كتير. وفي نفس الوقت صديقته بتكون بتجهز له باقي الأسلحة. والقاتل بعدها بيودعها وبياخد عربيته وبيمشي، وبيبدأ بعدها يراقب العميل اللي طلب قتل السواق لأنه عارف إن السواق قرب يوصل له. وبنرجع للمحققة سويسرو وبنشوف رئيسها الرقيب مالوري بيعتذر لها إنه أشرك الضابط معاه في التحقيق من غير ما ياخد رأيها. والضابط بيسأل سويسرو وصلنا فين في التحقيقات، وسويسرو بتقوله إنها وصلت لهوية القاتل وبتوريله صورة السواق، وبتقوله إن جمع فلوس كتير من بيع الممنوعات داخل السجن خلال فترة حبسه، وإنه ما بينتميش لأي عصابة، وإن الوشم اللي على إيده ده عامله علشان محدش من العصابات يقرب له. وبتقوله إن من 10 سنين قبل ما يتسجن كان السواق مع عصابته بيعملوا سطو مسلح في بنك، وأخوه الكبير كان معاه أثناء هروبه من البنك. والسواق فضل يهرب بعد السرقة من عربيات الشرطة أثناء مطاردتهم ليه، وده باحترافية عالية جدا لحد لما هرب منهم مع الإصابة اللي في رجله. والضابط بيسأل سويسرو أمال مين اللي قبض عليه ساعتها، وسيسرو بتقوله تعالى ووريلك. وبنروح للعجوز اللي على قائمة اغتيالات السواق واللي اسمه كيميتش، اللي بيكون في بيته ومعاه بنت ساعدته بإنها تدخله طلبات البيت، والراجل بيشكرها وبيصمم إنه يقدم لها مشروب. وساعتها بيوصل السواق بعربيته والقاتل بيكون شايفه وهو بيرعب البيت كله. وبنشوف السواق بيراجع
بيرجع صورة كيميتش قبل ما يدخله، وبيبص على صورته مع أخوه وبينزل من العربية، والقاتل بينزل وراه وبيكون بيكلم دكتورة علاج نفسي وبيقول لها إنه هيطلب إيد ليلي صديقته للجواز، وبيقفل معاه وبيتوجه لبيت كيميتش هو كمان. وبنرجع لسيسرو من تاني اللي بتوري للضابط تسجيل فيديو بيوضح إن كان في عصابة تانية كانت مراقبة عصابة السواق وأخوه، واستنوهم أول ما يسرقوا البنك وعملوا لهم كمين علشان ياخدوا منهم الفلوس، وصوروا كل حاجة فيديو، وإنهم دخلوا بيتهم وموتوا الاتنين اللي كانوا معاهم، وهددوا السواق إنهم هيقتلوا أخوه لو ما قالهمش مكان الفلوس فين. فالسواق بيخاف على جاري أخوه وبيعرفهم مكان الفلوس، لكن واحد من العصابة بيقتل جاري أخوه قدامه. وبعدها بنشوف الموظف اللي قتل السواق في البداية موجود في أفراد العصابة، والعجوز كيميتش بيكون هو كمان معاهم، وبيكون مبسوط قوي وهو بيصور اللي بيحصل. وبنرجع لكيميتش من تاني في بيته مع البنت اللي بيكون حاطلها مخدر في المشروب، ولما البنت بتفوق بتلاقيه بيصورها وعايز يعتدي عليها، لكن السواق بيكسر الباب في الوقت ده، والبنت بتكون خايفة من اللي بيحصل ده، لكن السواق بيقول لها إنه مش هيأذيها وإنه هيسيبها تخرج. وساعتها القاتل المحترف بيوصل، لكن بيكون في بنت صغيرة واقفة بينه وبين السواق اللي بيبعدوا عن المكان، وبيبدأوا يضربوا على بعض نار هو والقاتل بيستخبى ورا الحيطة، ولما بيرجع يشوف السواق ما بيلاقيهوش، فبيدخل لبيت كيميتش وبيشوف السواق قدر يهرب منه في عربيته بعد لما خلص على كيميتش. وبنرجع لسيسرو والظابط وهما بيراجعوا الفيديو، وبيشوفوا السواق وهو بيقول للعصابة انه هيقتلهم كلهم، لكن شخص مجهول بيجي من ظهره وبيضرب رصاصة في راسه، وبيدخل بعدها للمستشفى والدكاترة بيكونوا فاكرينه انه مات، لكن فجأة السواق بيفوق من تاني والرصاصة بتكون دخلت في راسه وخرجت من خده وما ماتش. والظابط بعدها بيروح لمارينا مراته علشان ياخد ابنه تومي يلعب بيسبول، ومارينا بتفضل تلومه انه بيهمل ابنه بسبب ادمانه، لكن الظابط بيعتذر لها وبياخد تومي معاه في العربية علشان يقضي معاه اليوم. وسيسرو ساعتها بتكلمه علشان تبلغه بخبر مقتل كيميتش، فالظابط بيقول لها انه في الطريق وبيقفل معاها، وبيعمل نفسه بعدها بيكلمها قدام ابنه وبيقول لها انه مش جاي علشان تومي ما يزعلش، وفعلا بيروح بعدها لمسرح الجريمة متأخر ساعتين. وسيسرو بتقوله انهم لقوا عند كيميتش شرايط مصورها فيديوهات للبنات، وان الشهود قالوا ان كان في قاتل تاني اشتبك مع السواق وانه شبه نجوم السينما. وبنلاقي القاتل بيحكي ليلي صديقته عن اللي حصل معاه مع السواق، وبيقول لها انه موهوب وانه كان اسرع منه، ودي كانت حاجة مضايقاه جدا. وليلي بتقوله اكيد هتتغلب عليه، وبعدها بيطلب ايدها للجواز وليلي بتوافق. وبنلاقي السواق بيوصل لاستراحة على الطريق وبيشوف اخبار قتله للموظفين في التلفزيون، وبيبدأ اليوم التاني في مكتب التحريات. وسيسرو بتشوف على ايد الضابط وشم وبتكون عارفة الوشم ده كويس، والضابط بيقول لها انه كان ضمن فريق التحام لوس انجلوس، وده فريق مشهور انه بيشتغل بطرق غير شرعية، وبيقول لها انه اتعرف على مارينا مراته هناك. وسيسرو بتقول له اكيد مارينا دي كانت المخبر بتاعك، لكن الضابط بيتجاهل كلامها وبيقول لها انه فاضله 10 ايام بس عشان يتقاعد، وانه عايزهم يعدوا على خير. وبنرجع للسواق اللي وصل لبيته وبيشوف واحدة اسمها ناد اللي بتكون بتودع جوزها وابنها على الباب، فبيجهز سلاحه وبينزل. وناد بتكون في بيتها مع طفلها التاني، واول ما بتشوف السواق بتضربه بالقلم، وبنعرف انها كانت حبيبته قبل ما يدخل السجن. والسواق بيسألها لو كان ابنها ديفيد اللي ودعته على الباب يبقى ابنه، لكن ناد بتقوله لا، وانها اجهضت ابنه بعد ما رفض زيارتها ليه تاني في السجن. فالسواق بيسيبها وبيخرج، وبيرجع للقاتل وليلي اللي قرروا انهم يتجوزوا، وبيحتفلوا بعدها بتمارين لضرب النار. والقاتل بيقول لها انه عايز يعمل معاها عيلة وانه هيسيب شغله علشان يعيشوا بسلام. والظابط بيروح لمارينا مراته اللي هجرته علشان مدمن، وبيفضل يترجاها انها ترجع له، وبيوعدها انه هيتعالج من الادمان بس لما يخلص قضية السواق. ومارينا بعدها بتاخد منه كيس المخدر اللي معاه، والسواق بيسافر على نفاده علشان يخلص على هدفه الثالث، وبيكون شخص اسمه هندرسون، وبيكون بيسمع في الراديو شخص بيقول خطبة عن التسامح، فبيقفل الراديو وبيدخل الكازينو اللي دخله هندرسون بعد ما بيشوفه، وبيفتكر ان هو ده الشخص اللي قتل اخوه بنفسه قدام عينيه. هندرسون بعدها بيدخل الحمام، والسواق بياخد كسارة التلج وبيدخل وراه، واول ما بيشوفه بيقول له انا كنت مستني زيارتك، وبيطلب من العامل انه يخرج بره، وبيقول له ان واحد فينا بس هو اللي هيخرج، وبيخرج سكينة بعدها وبيبدأ يشتبك مع السواق اللي
بيضربوا وبيطعنوا بعدها بكسرة التلج. وهندرسون قبل ما يموت بيدي للسواق تليفونه وبيترجاه إنه يكلم ابنه ويعتذر له إنه خذله، والسواق فعلا بياخد التليفون وبيكلم ابنه وبيبلغه رسالة أبوه. وبنرجع للقاتل اللي بيكون بيسترجع ذكرياته مع صوره وبطولاته، وبنعرف إن معاناته مع الشلل وهو صغير خلته يحاول يثبت لنفسه بأي طريقة إنه ما عندوش مشكلة، وبيفتح صورة السواق اللي اتغلب عليه وبيقرر إنه يتخلص منه. واللي بتشوفه بتفكره إنه وعدها إنه هيبطل قتل، لكن القاتل بيقول لها إنه لازم ينهي المهمة دي الأول. والضابط بيكون بيقضي الليلة مع تومي ابنه في السرير، لكن بيحس بحركة غريبة بره، وبيلاقي مارينا مراته واقعة في الحمام واخدة جرعة من المخدر اللي أخدتها منه، وبتقوله بعدها إنها عاشت في جحيم بسبب اللي عمله. والضابط بيرمي المخدر وبيفضل الليلة معاها علشان تطمن. وفي اليوم الرابع لخروج السواق من السجن القاتل بيجهز نفسه وكمان بيخرج من البيت، والضابط كمان بيودع مارينا وبيخرج. وسيسرو بتكلمه وبتقوله إنها حاسة إن في حاجة غلط، لأن الموظف وكيميتش اللي السواق قتلهم كانوا عارفين إنهم هيموتوا، وبتقوله إنها عايزة تعرف إزاي العصابة عملوا كمين للسواق وأخوه بعد ما سرقوا البنك. والضابط بيقول لها إنه حاسس إن السواق هو اللي طعن هندرسون في الكازينو، لكن ليلي بتقوله إن السواق بيستخدم المسدس وغالبا مش هو. والضابط بيقفل معاها بعد ما بتقوله يا ريت تنفذ اللي اتطلب منك. والسواق بيكون على الطريق وبيسمع الراديو إن هندرسون ما ماتش من الطعنة، وإن الدكاترة دلوقتي بيحاولوا ينقذوه في مستشفى في مقطع كلارك. فالسواق بيلفله بعربيته علشان يرجع يخلص عليه. والقاتل كمان بتجيله تعليمات علشان يستنى السواق علشان يخلص عليه لو وصل للمستشفى. والضابط كمان بيكون قريب من هندرسون ومستني السواق يوصل وقت لما الدكاترة بيحاولوا ينقذوا هندرسون. السواق بيوصل وبيدخلوا مستشفى، وبيوصل بعدها لغرفة العمليات وبيخلص على هندرسون. والضابط بيسمع صوت الرصاص وبيدخل يدور عليه، لكن السواق بيكون هرب من سلم خفي. فالضابط بينزل وراه وبيشوفه وبيفضل يضربوا نار على بعض هما الاتنين. والضابط بيستخبى، وأول لما بيخرج بيلاقي السواق حاطط المسدس على راسه. فالضابط بيستسلم من الموت وبينزل على ركبته. والسواق بيبص على الشارع وبيعرف انه شرطي. والضابط بيلاقيه بعدها اختفى من قدامه. والقاتل بيكون بره المكان وبيشوف السواق وهو بيهرب بعربيته، اللي بيجيله مكالمة من ابن هندرسون على التليفون اللي أخده منه. والولد بيقوله انه هيلاقيه وهيقتله بسبب قتله لأبوه. والسواق بيقوله انه مستني. وبعدها بنشوف القاتل وهو بيطارده بعربيته، وبعد مطاردة من القاتل ليه والسواق بيغير اتجاه العربية فجأة وبيبقى في وش القاتل وبيوجه مسدس ناحيته، لكن ما بيرضاش انه يموته وبيضربه بعجلة العربية. والقاتل بيضرب رصاصة عليه، والرصاصة بتجرح السواق في رقبته وبيهرب بعربيته بعدها. والشخص المجهول بيكلمه تاني، والقاتل بيقوله انه ما قدرش يقتل السواق. والراجل بيقول للقاتل انه يبعد عن العملية لان هو اللي هيخلص عليه بنفسه. وبنلاقي السواق بيروح لبيت امه وبيحط مسدس على راسها، لكن امه بتقوله ان ابوك مات. والسواق بيكون فاكر ان ابوه هو اللي ورا الكمين اللي مات فيه جاري اخوه، وده لان جاري رفض طلب ابوه في ان هو ينضم لهم في السرقة. لكن امه بتقوله انها عارفة ان ابوه كان بيحب جاري اكتر منه، وبتعتذر له ان ابوه كان دايما بيضربه وهو صغير وهي ما كانتش بتقدر تعمل له حاجة، لكن بتأكد له ان مش هو اللي بلغ عنه. فالسواق بعدها بيقوم يقف قدام صورة، وبنعرف ان مارينا مرات الضابط كانت صديقة جاري اخو السواق قبل ما يموت. والسواق بيعرف ان هي اللي بلغت عنه، وبياخد بعدها قارورة فيها رماد اخوه وبيمشي. وبياخد طريقه بعدها علشان يخلص على اخر اسم في قائمته، وهو الكسندر اللي سمعه بيقول خطابات عن التسامح في الراديو. وبنلاقي سيسرو مع الضابط وبتقوله انها اكتشفت ان كل اللي اتقتلوا عندهم سجلات سطو مسلح واغتصاب، لكن هي حست ان في حد وراهم بيحركهم، وده اللي هي لسه ما قدرتش توصل له. وبيشوف صورة الكسندر اللي السواق رايح له، وبيقول له ان هو كمان كان متواطئ مع اللي قتل جاري وعصابته. وبيعرف ساعتها ان السواق اكيد هيوصل له. والسواق فعلا بيكون في طريقه الكسندر، والقاتل كمان بيكون وراه. والضابط بياخد عربيته هو كمان علشان يروح له. والسواق بيوصل لالكسندر اللي بيكون في وسط خطبته عن التسامح ونبذ العنف، واول ما بيشوف السواق قدامه بيترعب وبينهي خطبته. وبعدها بيروح لاوضته مع السواق وبيقول له ان كل خطاباته الفترة الاخيرة كانت عن اللي حصل
بيوصل لهم هو وأخوه، والسواق بيشوف مرات ألكسندر وابنه بالتبني، وألكسندر بيطلب منهم إنهم يروحوا لأنه هيكمل كلامه مع صديقه القديم، وبيخرجهم هما الاتنين مع بعض. والسواق بيقول لألكسندر أنا شايف إن حياتك اتغيرت، لكن ألكسندر بيكون حاسس بالذنب بسبب اللي عمله، وبيقول للسواق إنه ما كانش متوقع إنه يتم قتل أي حد ساعتها، وإنه كان دوره إنه يحرس الباب بس. وبيقول له إنه اتصدم لما لقاهم بيقتلوا جاري، والسواق بيقول له إن جاري كان أخوه. فألكسندر بعدها بيقول له إنه فعلا آسف لأنه مش هيقدر يرجع له أخوه تاني، لكن بعد اللي حصل ده وهب حياته لخدمة الناس، وبيطلب منه إنه يسامحه، لكن السواق بيقول له ما قدرش. فألكسندر بعدها بيقول له إنه مسامحه حتى لو قتله، وبيبدأ بعدها إنه يدعي ربنا إنه ينور قلب السواق ويشيل من قلبه الكره. والسواق بيحط المسدس على راسه وبيضربه رصاصة، والقص بيقع على الأرض، لكن السواق بيكون ضرب رصاصة بعيدة عنه، وبيقول لأليكس ارجع لعيلتك. وبنشوف القاتل وهو بيرعب السواق، وبيستغرب إنه ساب أليكس عايش ومشى. والسواق بيروح يقعد في مكان خطبة أليكس بعد ما بيخلص مهمته، والقاتل بيروح له وبيشوف صورته مع أخوه، وبيسأله ليه ما خلصش على أليكس، وبيستغرب ليه مرضيش يقتله هو كمان رغم إن القاتل كان مكلف بقتله. والسواق بيقول له إنه ما عندهوش حاجة ضده علشان يقتله، والقاتل بيكون متضايق إن السواق مستهون بيه، اللي بيقول له أنت عندك مشاكل نفسية. وساعتها بيوصل الضابط للمكان وبيبلغ سيسرو إنها تخلي بالها من ابنه لو حصل له حاجة، وبيدخل للمكان وبيطلب من القاتل إنه يرمي سلاحه، والقاتل بيعمل كده، والضابط بيضرب السواق رصاصة في راسه وبيقع على الأرض. وبنكتشف إن الضابط هو اللي ضرب السواق بالرصاص يوم ما قتل أخوه، والقاتل بعدها بيعرف إن الضابط هو اللي أجره علشان يقتل السواق، وبيقول له إن السواق ما كانش يعرف أصلا إنك ورا اللي بيحصل ده. فالضابط بيقول له إن عارف إن السواق ما يعرفش حاجة لأنه ما قتلهوش في المستشفى لما شافه، وبيقول له كمان إن مارينا مراته كانت المخبرة بتاعته، وإن هي اللي ادته المعلومات إن جاري وعصابته هيسرقوا البنك، علشان كده أجر ناس يقتلوهم علشان يسرق منهم الفلوس. وبيقول له القاتل إن كده المهمة انتهت، والقاتل بيسيبه وبيمشي، والضابط بيخرج وراه وبيديله $1 تمن العملية، وبيقول له إنه مستغرب إنك بتطلب أتعابك $1، لكن القاتل بيقول له إنه ما يهموش الفلوس وإن دي هواية عنده، وبعدها بيرفض ياخد $1 لأنه ما قتلش الهدف. وبنشوف سيسرو بعدها قدرت توصل لمعلومات تربط الضابط مع الناس اللي السواق قتلهم، وبتعرف إنه متورط لما رئيسها بيقول لها إن الضابط هو اللي رفض يتحايل عليه علشان يحقق في القضية معاها. وبنلاقي الضابط بيكلم مارينا مراته وبيقول لها إنه قتل السواق والقضية اتقفلت، وإنه راجع البيت بعد كام ساعة، لكن فجأة السواق بيضرب عليه رصاصة من ظهره وبيوقعه. ولما الضابط بيشوفه بيسأله انت عايش ازاي، والسواق بيقوله ان الدكاترة حطوله شرايح معدنية في راسه لما ضربوه من زمان، والشريحة دي منعت الرصاصة التانية انها تقتله، وبيخلص عليه بعدها. وبنشوف القاتل بيكلم ليلي مراته وبيقولها انه خلاص اعتزل الشغل ده. وسيسرو بتوصل لمسرح الجريمة وبتشوف الضابط مقتول وبتعرف انه خد جزاؤه، وبتقطع الدليل اللي معاها اللي بيدينه. وبنلاقي السواق بيحرر رماد اخوه اللي معاه في البحر بعد ما خد حقه من كل اللي قتلوه، ما عدا ألكسندر اللي سابه عايش لأنه صدق فعلا إنه اتغير. ولو عجبك فيلمنا ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد. سلام.